احنا دلوقتي هنزرع يا جماعة مع بعضينا بذور الملوخية، ومتى يمكنك زراعتها هنعرف ده كله في الفيديو ده. طبعا انا دلوقتي عملت اهم طريقة، اني انا فكيت الارض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، قلبت الارض كلها وهبدأ اني اسويها وارمي فيها بذور الملوخية. طبعا هنعرف مع بعضينا في الفيديو ده متى يمكنك زراعتها وازاي تستهم بيها في الفيديو ده. طبعا بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعل الجرس وتشترك في القناة وتعمل لايك عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ وتصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا زي ما ذكرنا مش بيحلى الكلام إلا بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا دلوقتي هبدأ إني أساوي الأرض بالشكرفة اللي حضراتكم شايفينها دي. وهنا يا جماعة بعد ما سويتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وطلعت منها الحشايش اللي كانوا فيها كلها، وهبدأ إني دلوقتي إني أعمل فيها خطوط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هبدأ إني أنزل الخرباشة كده، تمام، الشكرفة بمعنى صح، وتعمل معانا خطوط بالشكل حضرتك فيها الخطوط ده بشكل سريع وعادي خالص عشان يصير منه النمو التخدير على طول بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هبدأ إن كل يا جماعة كل الحوض كل اللي أنا زارعه، طبعا أنا جايب تجاوي كثيرة إن أنا أزرع فيها، جايب تجاوي كثيرة اللي أنا هزرع منها. ده تجاوي كوسة وتجاوي خيار وتجاوي أي جايب تجاوي كثيرة. ودلوقتي هنعرف مع بعضينا كل الزراعة اللي أنا هزرعها دلوقتي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وأنا دلوقتي يا جماعة أبدأ إني أروي بالشكرفة. وهنا يا جماعة هبدأ إني أساوي الأرض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده عشان المية ما تجريش في حتة واحدة، وتبقى المية مستقيمة عشان البذور ما تمشيش برضو مع المية في حتة واحدة وتبقى مستقيمة. وهنا هنروح نجيب بذور الملوخية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهبدأ إني أرش منها، أبدأ أرش وأحاول يا جماعة إني ما أرشش في حتة واحدة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. أبدأ إني أرش، تمام، وأحاول إني ما أرشش في حتة واحدة وأخلي الرشة بتاعتي واحدة بس عشان ما يتقلش في حتة، وخفف في حتة علشان لما يطلع ما يعملش، حتى لو طلع حشيش ولا حاجة تعرف انك حشيش ولا حاجة تعرف انك تنقى الحشيش اللي فيهم عشان يعني ما تغزرش بالشكل حضراتكم شايفينه. وابدأ اني ارش، مش هسيب حتة فيها خالص. طبعا زي ما قلت لكم الزراعة الملوخية تزرعها من اول شهر 4 لحد ما يخلص الصيف. شهر صيف الصيف كله تقدر انك تزرع فيه، الصيف كله تقدر تزرع فيه الملوخية بالشكل حضراتكم شايفينه. وهنا يا جماعة بص البذور اصبحت معانا بالشكل عامل ازاي. بص يا جماعة البذور، هي دي البذور يا جماعة، الارض كلها متسوى سوى واحد، مفيش حتة تقيلة وحتة خفيفة بالشكل حضراتكم شايفينه. طبعا يا جماعة اروح اجيب الشكرفة وهي الخرباشة وابدأ اني اغطي البذور بتاعتي، هبدأ اني اغطي البذور بتاعتي علشان يصير منها نمو تخدير بسرعة. وهنا يا جماعة وانا بغطي في البذور بالشكل حضراتكم شايفينه. طبعا مش هشد علشان لو شديت طبعا البذور كلها هتيجي في حتة واحدة بالشكل حضراتكم شايفينه ده. انا ببدأ بالراحة وعلى مهلي وانا بغطي في البذور علشان ما اسيبش حتة، ولو سبت حتة مش هيصير منها نمو تخدير ابدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا كل يا جماعة كل الارض كلها هبدأ اني اغطي البذور بتاعتها. زي ما قلت لك تقدر تزرع من اول 4 لحد ما تخلص فصل الصيف، تقدر تزرع، متاح معك انك تزرع. اما بالنسبة للشهر الشتاء تقدر تزرع بس تغطيه بمشمع بلاستيك علشان الحرارة تخلي الملوخية تنبت بشكل سريع بالشكل حضراتكم شايفينه. هنا يا جماعة ابدأ اسوي، تمام، وبعدها يا جماعة اصبحت معانا الارض بالشكل حضراتكم شايفينه، اصبحت معانا الارض وكله متغطي بالشكل حضراتكم. وهنا يا جماعة بعد ما هنروي في الملوخية، بعد ما خلصنا عدلت الارض ومية مية، هبدأ اني انزل فيهم المية بالشكل حضراتكم شايفينه ده. هبدأ يا جماعة اني اروي الزرع، ارويه بشكل طبيعي وعادي يا جماعة، اني اكتر في الماء. بس زي ما انا قلت لكم لازم اهم حاجة انك تساوي الارض بتاعتك علشان
المية ما تمشيش في حتة واحدة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا يا جماعة المية ماشية واخدة الحوض سد، واخدة الحوض سد يا جماعة المية. بص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. صلى على النبي. ما تنساش تشترك لنا في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتفعل الجرس، وتعمل لايك عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر من مشاهدين وكله يستفيد. بص يا جماعة، بص المية يا جماعة كلها ماشية في الحوض بسد. لازم يا جماعة انك تروي الارض اول مرة، لازم تشبع الارض على الاخر، لازم تشبع الارض على الاخر الماء، علشان لما بعد كده ان شاء الله بتبدأ انك تروي روية خفيفة، وبعد كده بتبدأ تقفل على الحوض خالص بالشكل حضراتكم شايفينه.